السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. بصوا بقى، دي وصفة جميلة قوي. انا بحب اعمل شوية منها وادخلها التلاجة او الفريزر لو انا عايزة احفظها لمدة شوية كبيرة. طبعا يا جماعة، اي حاجة من المقرمشات دي لو دخلت الفريزر وخرجت مش هتبقى بنفس القرمشة اللي احنا مستنيينها لما بتكون لسه خابزينها الاول يوم. طب عايزين نرجعها تاني كأنها فريش، هنحطها في الاير فراير او الفرن، هترجع تاني كأنها طازة جدا جدا جدا. فاي حاجه عايزين ترجعوها تنشفوها تاني، يدخلوها الاير فراير بعد ما تفك، يا اما الفرن، هترجع كانها لسه فريش اول يوم. انا جبت بوله وضفت فيها 2 كوب من طحين اللوز، وممكن كمان ان احنا نطحن اللوز بقشره وناخده نحطه في الوصفه دي، هيشتغل وهيبقى حلو جدا جدا وطعمه جميل. هضيف عليهم ربع كوب من بذور الكتان الذهبية. طبعا لو مفيش الذهبية هتحطي البراون اللي هي البنية العادية خالص. انا بطحنهم في مطحنة البن. ده زعتر وده اوبشنال، يعني اختيارية لو انت عايزة تضيفي. انا بحب الزعتر عموما في المخبوزات، بيدي كده ريحة وطعم حلو قوي ولذيذ. انا بحبه. للناس اللي مش بتحبه خلاص او مش متوفر عندها، عادي ما تضيفوهوش، مش هيأثر في الوصفة. بس انا كده ضفت معلقتين صغيرين من الزعتر، وانا قلت لكم ان دي اختياريه. ودي التوابل بتاعتي عباره عن رشه كمون ورشه توم باودر، وطبعا انا عشان بحبهم في الاكل فبحب اضيفهم في اي مخبوزات. وربع معلقه صغيره من الملح، اي نوع ملح متاح عندك او بتحبيه في الاكل. رشه زنسان دي بس زياده تاكيد ان العجينه هتبقى متماسكه ومش هتبقى فكه مني، بس هو البياض البيض اصلا هيخلي العجينه متماسكه، مش هتفك وهتبقى ناشفه باذن الله. طبعا دي سمسم مطحون، انا بحب طعمه في المخبوزات فبدي لمسه كده. عباره عن معلقتين كبار من بذور السمسم، بطحنهم في مطحنه البن. بس دي كل بقى ايه المقادير الجافه بتاعتي، ومش هضيف اي مقادير تاني جافه. بس انا قلبتهم تقليبه تمام كده قبل ما احط السوائل بتاعتي. انا هضيف زبده حوالي 8 معالق من الزبده السايحه، وممكن لو هي طريه ما تسيحيهاش عادي. هتضيفي حوالي قطعه كده ايه صغيره على الوصفه كلها. وممكن تبقى زبدة مالحة وممكن تبقى غير مالحة، يعني المتوفر برضو عندك يمشي. بس يعني انا بحب ان هي تبقى غير مالحة علشان الكراكرز ده يمشي لو انا عايزة اكله بحاجة حلوة او اكله بحاجة حادقة فيمشي مع كله. هاخد 2 بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة، هضيفهم برضو على الوصفة. هقلبهم كويس جدا جدا بالبياض، طبعا عشان ما يبقاش فيه زفار. انا اخدت من رشة الفانيليا، ولو حابه رشه فلفل اسود كمان. عملت بايدي اسهل من المضرب علشان تحسي كده ان البيض كله ايه، البياض البيض يعني ايه بيدخل كله في العجينه. بصوا انا برش ايه على ايدي ميه، يعني بسيط قوي ميه، مش رش بقى وكتير، لان العجينه انا عايزاها تنشف في الفرن، مش عايزاها تبقى طريه. فببل ايدي كده برشه الميه علشان العجينه تطرى اكتر وتبقى ايه، يعني طريه. انتوا هتحسوا وانتوا بتعجنوها ان انتوا عايزين تطروها بايه، برشه ميه كل شويه. اي حاجه بقى متوفره للفرد ممكن تفردي بيها العجينه، بس انا عشان حطيتها في صينيه كده عاليه شويه الحواف بتاعتها، فيعني كانت دي بالنسبه لي اسهل حاجه ليها. ان انا افرد عليها. ممكن تفردوا في حاجة تانية وترجعوا تحطوها في صينية عشان تبقى سهلة. بس حاولوا بقى ان انتوا تسووا كده ايه الاطراف الجناب، سووها زي ما انتوا عايزين وبس. انا بقى بليت ايدي مية، ولما بليت ايدي مية عشان اضيف بقى شوية سمسم وشيا سيد كده كانوا متاحين عندي، اي بذور على الوش، فكنت عايزاها تلزق في العجينة. لما ضفت المية بصوا لونت ازاي، بس عادي كل ده يختفي في الفرن وهيبقى لونها واحد عادي جدا جدا. بس عشان العجينة انا ضفت مية وحبيت ان انا امشي عليها كده والسمسم يلزق فيها والشيا، فعملت اللون ده. بس ضغطت جامد ودخلته على حرارة 180، حوالي اخد معايا في الفرن حوالي ربع ساعة. او انتي هتحسي انه نشفت في الفرن، يبقى انا هطلعها تبرد خالص. بس انا طبعا قطعتها زي ما انتوا شايفين الاول، علشان لما تطلع تكون ايه خلاص، هي هتطلع متقطعة زي ما انا قطعتها الاحجام، مثلثات مربعات، بالشكل اللي انت حباه. شايفين نشفت بردت، بقت عامله ازاي، بقت جميله وكريسبي جدا جدا. طب انا لو ضفتها في الفريزر شويه ومده وطلعتها وعايزه ارجعها تاني تبقى كريسبي كده، اعمل ايه؟ ادخلها الاير فراير او الفرن.
هترجع كأنها فريش وطازة وكأننا لسه عاملينها. حلوة جدا جدا، بجبنة، بأي مربى، بأي حاجة دايت أو أي حاجة بتحبيها تاكليها. لأ بصراحة هتتبسطوا جدًا، جدًا وأنتم بتاكلوها كده بأي حاجة حلوة أو حادقة زي ما أنتم عايزين. لو رايحين الشغل هتاخدوا شوية، في الفطار شوية، هتلاقوا كده حاجة سهلة جدًا إن أنتم مقرمشات تاخدوها بدل العيش اللي بالطحين الأبيض. أهم حاجة إن إحنا بعدنا عن الطحين الأبيض. جميلة جدًا ومشبعة جدًا وطعمها خطير وأي حد هيحبها صراحة. بإذن الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. إن شاء الله أراكم في وصفة جديدة وتجربة ناجحة بإذن الله. السلام عليكم.